دي اخرة لما تدي حد امان، لما تدي الامان لحد، ده التطور الطبيعي للزمن اللي احنا عايشين فيه ده. عشان ما اطولش عليكم، واحدة جوزها مسافر وعايشة هي وبناتها اولادها في بيت وجارتها تحتيها يعني. جارتها دي بتزورها كل شويه وبتاع، ومشاكل مع جوزها وتطلع تبات عندها ومش عارف. طبعا هو ده كله عشان عرفت سرها يعني، وفتحت لها بيتها. ما هو انت لو في حالك من الاول وما تفتحيش بيتك لاي حد ما كانش ده اللي حصل. اللي حصل ايه؟ ابتدت تتدحلب عليها وتاخد عليها ومش عارف ما ايه رايك تيجي تباتي عندي النهارده ومش طب تباتي ليه عندها؟ لا ما الصحوبيه بقى، الصحوبيه صاحبتي حبيبتي راحت باتت عندها. المهم يا باشا لما باتت عندها فضلت تكلمها في كلام الظروف والجوابات والدنيا واقعه معانا. طبعا دي جوزها مسافر، يعني جوزها مسافر بيبعت بالريال او بالدينار. وبعدين ايه، اليوم عدى عادي خالص مفيش اي مشكله. جت بعدها بفتره بتقول لها يا فلانه انا مزنوقه في 200,000 جنيه، يا ريت 100,000 جنيه لو تقدري تساعديني، انا هتحبس انا وجوزي ومش عارف ايه. طب انا هساعدك ازاي؟ ده هو انا قاعد على بنك؟ لا مش قاعد على بنك، دي فلوس جوزي شقيان بيها. طبعا ما هي الحريم اللتاتة اللي معرفه الناس سرها هي اللي بيحصل فيها كده، والتانية الشيطانة طبعا. المهم بعتت لها فيديو. ايه الفيديو عبارة عن ايه؟ عبارة عن هي نايمة على السرير وجوز الست دي لا مؤاخذة معاها، نايمة على السرير ومداريه وشها، يعني حاطط لها زي حاجه على وشها كده. هي بتقول الست دي بتقول دي انا، وريحه جوزها انا كنت شمها عندي تاني يوم، يعني حاسه في جوزها بيحط برفان معين، انا حاسه برفان في جسمي. اللي اتضح بقى يا رجاله يا ستات يا حلوين يا اللي بتفتحوا بيوتكم للناس يا اللي بتدوا الامان للناس، هي اديتها ايه حاجه من غير ما تحس، خدرتها وراحت صورتها مع جوزها وبتهددها بهذا الفيديو. بتقول لها لو ما اديتنيش فلوس انا ابعت الفيديو ده ايه لجوزك. طبعا لو حلفت لجوزها على الميه تكمد مش هيصدقها. انت الموضوع مش راكب. ومتى دلوقتي بتقول انا اعمل ايه؟ تعمل ايه؟ حلك الوحيد اللي انت تبلغي الشرطه وتقولي كل اللي انت قلتيه ده، بس في الحاله دي بيتك برضه هيتخرب. ومتى يا جماعه هي واقعه في ورطه ما بعدها ورطه، وربنا ما يعرضها لحد. الخيانه لما تيجي من القريب او المعرفه. طبعا احنا لما بنقول لحد خليكي في حالك وما تدخليش دي بيتك وتعرفي دي اسرارك، بيقول لك الراجل ده متزمت، الراجل ده متشدد. ادي هي لو كانت في حالها وما دخلتش حد بيتها وعرفت اسرارها يعني ايه واحده تروح تبات عند واحده؟ طبعا جوزها مسافر، بتروح تروح تبات ليه عندها يعني في الايام السوداء اللي احنا فيها دي؟ وتربنا بقى يطلعها من اللي هي فيه. وعايزين نشوف حل. انا مش شايف لها حل الصراحه، يعني المشكله دي مش شايف لها حل غير اللي هي لازم تبلغ الشرطه. ده اللي انا شايفه. حد شايف حاجه غير كده يجاوب لنا في التعليقات، وربنا يسترها علينا وعلى ولايانا. ومفيش واحده تدخل واحده بيتها وتديها الامان، ومفيش واحده تروح عند حد. ما واحد بيمتحن